لامي نفس الكلام. فراحت بصالي كده قالت لي طب يا حبيبي بس ربنا يسهلها ويحلها بعدين، المهم نخلص بس جوازتك دلوقتي وبعد كده نشوف بقى حوار جوازتك التانية دي. فقلت لها انا بقولك بس علشان ايه اللي اوله شرط اخره نور. فاللي هي ايه اللي حسيته في وقتها، طب يعني انت متخيل ان التانية اللي انا بحبها بقى اهلها مثلا هيوافقوا ان انت تتجوز واحدة وبعدين يبقى بنتهم جوازة تانية؟ اكيد لا. فده اللي كان في دماغ امي، وانا في الوقت ده ما حسبتهاش برضو اللي هو ايه هيوافقوا ولا مش هيوافقوا، بس كان عندي استعداد اعمل لهم كل شروطهم لاهلها بحيث ان هم يوافقوا ان انا اتجوزها واخدها معايا وهتبقى بعيده عن اهلي وبعيد عن مراتي الاولانيه والكلام ده كله. فقلت ايه دي حلها في ايدي انا، بعد كده ايه هعرف اتصرف. بس طبعا في دماغ امي ما كانش كده، اللي هو ايه مش هيوافقوا، بقى وريني هيوافقوا ازاي. بس انا كنت قادر اعرف اتصرف يعني. المهم من غير تفاصيل بقى فعلا اتجوزت بنت خالي ورضيت امي والدنيا اتقلبت وعملنا الفرح والليله اللطيفه دي. بس في الوقت ده انا كنت اتفقت مع اللي انا بحبها بقى، قلت لها بصي الموضوع، وهي طبعا كانت عارفه الليله اللي انا فيها دي كلها، يعني الحوار كله كانت هي واهلها عارفينه، كان كويس عارفين كل حاجه. فاتفقت معاها وقلت لها بصي 1 2 3 4، واتفقت معاها قلت لها اللي اهلك هيشرطوه او هيعوزوه بحيث ان هم يقبلوني وان انا يبقوا عارفين ان انا متجوز بنت خالي وان انت هتبقي جوازه تانية بس، وهبعدك والله عن اهلي خالص، وهيبقى ليكي شقه بجهازك بعفشك بحالك بكل حاجه بعيد. ما انا هاخدها بقى معايا المحافظه التانية دي بعيد ومالكيش دعوه خالص فيهم، واللي اهلك عايزين يمضي على قايمه بكذا مؤخر بكذا يكتب لك الشقه باسمك، هامن لك دنيتك بحيث ان انت تبقي متامنه ويوافقوا على الشروط. كست نبضهم كده من بعيد لبعيد، لقيت ان في قبول، خصوصا هم عارفين ان انا بعمل يعني عارفين ان العادات والتقاليد والليله السوداء اللي عندنا في البلد دي فيها من القرف ده، عارفين ان انا بحبها من زمان وبتاع وان انا مش هتنازل عنها. فشويه كانوا حنينين معايا في الليله دي وانا كنت هعمل كل طلباتهم. المهم اتجوزت الحلوه بنت خالي وقعدنا شهرين، بعد شهرين بقى اتجوزتها وخلاص ورجعت شغلي وكده. فبكلم بقى طبعا طول الشهرين دول انا